شفت فيديو امبارح واحده شاريه بلوفر من الوكاله ب 600 جنيه، وانا اصلا كنت شاريه زيه بالظبط ب 50 جنيه. نفسه بالظبط، نفس مكتوب عليها براند زارا واتش اند ام، بس الحاجه كانت شكلها وحش قوي ورديئه. الجوده بتاعتها البلوفر، عارفين لما البلوفر يكون متكبس غلط وتكوى غلط فيبقى عامل كده اهو، بس هي مش شايفه كده اهو، هي شايفه التيكت. انت اول مره تنزلي خد امك معاكي، خد امك معاكي، امك هتفاصل الحاجه من 550. خد امك معاكي. انا جيت. صباح الخير، انا جايه النهارده اتكلم معاكم ان ازاي تشتري من البالة، عشان انا في ناس قرايبي اشتروا من البالة واتضحك عليهم، وكانوا فاكرين ان هم عملوا صفقه كده وهي عملوا صفقه كده. فده اللي خلاني اعمل هذا الفيديو النهارده. ازاي تشتري من البالة، عشان دلوقتي طالع ترندات كتيره جدا. الوكاله هول، خالد بن الوليد، انا بشتري لبس ثريفتد والناس ارخص من المحلات ومش عارف ايه، وفعلا البنات بدات تتجه للمجال ده عشان اللبس في المحلات غالي جدا، فاحنا بنتشجع ونقول ايه ده اسعارها ارخص من المحلات، فبنتجه بنروح نجيب حاجات ايه بايظه وغلط. فلما بنجيب حاجات بايظه وغلط بنيجي في الاخر نقول يا ريتنا كنا اشترينا الجديد، يا ريتنا كنا اشترينا من البراند اللي احنا عارفينه. فيها ايه لما ادفع في جاكيت 3000 بس ما يضحكش عليا؟ طيب بصوا يا جماعه، في ناس قرايبي نزلوا بالة بورسعيد السنة اللي فاتت واشتروا لبس بالة من سوق البلد الجديد. البلوفر مثلا كان ب 800 جنيه ب 600 جنيه عشان هو بالكيلو والبلوفر بيبقى وزنه تقيل. فانا لما جم وروني الحاجات، طبعا انا ما كنتش معاهم عشان انا كنت معاهم ما كنتش وافقت خالص على الصفقه دي، بس هي اذواق. تاني حاجه قرايبي ضحك عليهم في لبس البالة علشان هم اشتروا حاجات مكتوب عليها براند زارا واتش اند ام، بس الحاجه كانت شكلها وحش قوي ورديئه. الجوده بتاعتها البلوفر، عارفين لما البلوفر يكون متكبس غلط وتكوى غلط فيبقى عامل كده اهو، بس هي مش شايفه كده اهو، هي شايفه التيكت. فهي اشترت تيكت. طبعا هي الناس في الشارع ما بتشوفش التيكت اصلا ولا عارفين ايه ده، ايه اللي بيقولوا ايه ده، ايه ده، ايه ده. طبعا انا ما روحتش معاهم، فانا مش هينفع اقول لهم رايي، فاهمين اللي هو ايه، خلاص انتوا اشتريتوا الحاجه والموضوع خلص. فانا بقى دلوقتي هقول رايي ايه بعد ما اشتريت الحاجه. ولبس البلا اغلبه ما بيترجعش، يعني انت لو رحت سوق بلد بورسعيد او الوكاله او خالد بن الوليد الحاجه ما بترجعش، عشان ده هو ده سيستم عندهم، ده نظام عندهم وانا ما بغلطهمش. فانت بتبقي مغفله صغيره عشان بيضحك عليكي في الجوده والسعر. ليه بقى؟ لان انت اول حاجه بتجري عليها لما بتيجي تشتري لبس بالة من اي مكان في العالم بتروحي على التيكت، بتدوري على التيكت، ايه ده اتش اند ام، ده زارا، انا لازم اشتريه. طيب يا جماعه، انا اصلا اخر حاجه ببص عليها في البلوز اللي انا بشتريها هي التيكت. ببص بس على الليبل اللي بيبقى مكتوب تحت اللي هي ايه، خامه القماش. بمسك القماش اقعد افتش فيها، اعمل فيها يعني اشوفها حلوه ولا لا. ببص على المنتج ذات نفسه، هو جديد ولا لا، ينفع عليا، يليق عليا ولا لا. كل ده بنشوفه بعد كده في الاخر. وانا بدور على الخامه بشوف ده براند ايه، لان ساعات اصلا بشتري حاجات كتيره قوي تبقى البراند مقطوع، فده مش نقطه اساسيه خالص. تمام، فانت حاولي تبقي فاهمه في القماش او تاخدي حد كبير يفهم في القماش. لو ما فيش حد كبير، انت معاكي جوجل على الموبايل، اعملي سيرش على البراند اللي انت عاملاه ده، بيبقى ساعات بيبقى فيه باركود على التيشيرت او على البلوزه. شوفي الليبل اللي بيبقى مكتوب عليه الخامه، علشان ساعات بتشتري حاجه هي ما ينفعش تتغسل اصلا، يعني هي بتبقى لابسه واحده. ساعات بيبقى فيه لبس تنكري ممكن يعجبك تشتريه تغسليه تلاقي الالوان نزلت يبقى حته بافته بيضه. انا ما بهزرش، انا بتكلم بجد. ايه تاني؟ اغلب الناس بقى بتبيع البلد دلوقتي بالكيلو. تمام، فانت الحاجات الشتوي بتبقى اصلا غاليه، يعني البلوفر ممكن يخش له في 900 جنيه عشان هو تقيل، وزنه تقيل. فانت كده كده لو انت اشتريتي بلوفر براند من اي حته هو هتلاقي نفس السعر، يعني اختلاف بسيط. ده غير بقى الفيديوهات اللي بتيجي كده قدامي صدفه، الاقي بنت تقول يا جماعه انا عملت وكاله هول، انا اشتريت الجاكيت ده ب 2000 جنيه بس. ده لقطه، هو جاكيت فعلا بيبقى شكله حلو، بس انت اشتريتيه من راجل انت داخلاله لابسه بقى اكسسوارات ولابسه شنطه ولابسه حاجات بقى براند، فقال دي بقى الزبونه بتاعت النهارده. لا، احنا المفروض نروح الوكاله لابسين لبس عادي خالص، تيشيرت وشرب عادي، والشنطه اللي احنا هنشيل فيها الحاجه اللي هنشتريها، ونخش كده بقلب جامد بجد يا عم. يعني المفروض نغير نظامنا شويه. تمام، انا شفت برضو بنت امبارح، ده اللي خلاني اعمل فيديو برضو ايه، يعني انا كنت قرايب بتضحك عليهم بس ده السنه اللي فاتت، بس خلاني اعمل فيديو النهارده ان انا شفت فيديو امبارح واحده شاريه بلوفر من الوكاله ب 600 جنيه، وانا اصلا كنت شاريه زيه بالظبط ب 50 جنيه. نفسه بالظبط، نفس البراند نفسه، هبقى اوريهولكم. فانا قلت يا نهار ابيض، ده انتي غفلوكي جامد. ليه بقى غفلوها؟
عشان هي بصت في المحل، الراجل خد باله من نظرتها، ده زارة. هي بس البصه دي الراجل خلاص عرف. لكن بقى لو هو الراجل فاهم ان انت بتفهمي في القماش، وبتفهمي ان انت عايزه نظام معين، او انت بتدوري على الستايل ما بتدوريش على البراند والموضه، هعرف اقول لا دي بتنزل كتير. حتى لو انت اول مره تنزلي، خد امك معاكي، خد امك معاكي، امك هتفاصل من حاجه من 550، خد امك معاكي. فنصيحتي الاولى والاخيره ان انت ما تدوريش على براند في البالة، انت تشوفي الجوده، ولو لقيتها براند اهلا وسهلا، ما لقيتهاش خلاص، انت اهم حاجه واخده الخامه وواخده السعر. عادي ان احنا نغلط بس نتعلم. شوفوا فيديوهاتي عشان تتعلموا. باي باي.